سلام، ان شاء الله تكوني بخير ولاباس عليك. كنتي تشوفي في هاد لا فيديو تحوسي على كاطو ساهل وبنين ويقطع كميه كبيره. هذه ليك سيداتي بمقادير قليله حضرنا اروع حلوه جافه. نقول لك بنينه قليل في حقها. ديري حفظ للوصفه على بالي رايحه تساقي هاد الوصفه خاصه للعيد، ما فيها حتى تعب. تقول شي ميرانك كل وحده تشوف فيا نقولها جام وتعليق يهموني بزاف بزاف. خلوا لي جام وتعليق باش يطلع لك كامل المشتركات، وانتم تانيك راح يبعث لكم اليوتيوب اشعارات القناه. مرحبا بكم في قناتي مطبخ جاهده ديزاد. نبداو بسم الله في مقادير الوصفه. وانتم تشوفوا في الوصفه البنات حبيتوا تضاعفوا الكميه ديروا كل شيء في تنين. هنايا عندنا 250 غرام مارغرين، حطينا لها رشه ملح وحطينا كوب سكر ناعم. وهنايا عندي 3 حبات بيض، كنت حطيت حبه كامله وصفارين. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، والمارغرين تانيك لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هاد النصائح راهم مهمين بزاف البنات في الوصفات، ان شاء الله تكونوا تاخدوهم بعين الاعتبار خاصة للمبتدئات. دوكا راح نخلط كامل هاد المقادير حتى نتحصلوا على هاد اللون الابيض. دوكا راح نضيف كاس الا ربع زيت. الزيت راح نضيفوه على دفعات كما قلت لكم. الزيت دائما نحطوه دفعات باش الحلوه تاعنا ما تجيناش مزيته. هكذا نحطوه ونخلطوه حتى نكملوا الكميه كامل. راح نضيف مغرف صغيره خميره كيميائيه. في هذه المرحله راح نضيف ملعقه كبيره عطر الموز. البنات عطر الموز هو اللي راح يدير فرق اليوم في الوصفه تاعنا هذه. راح يعطيها واحد البنه بزاف بزاف هايله، وتانيك راح يعطينا اللون الاصفر. انا حبيت يكون الذوق تاع الموز يكون باين بزاف، حبيته يكون خفيف نقصه شويه وتانيك راح ينقص اللون. كما شفتوا معايا يعني ضفت 2 كيسان نشاء او مايزينا. نحاولوا ندخلوا المايزينا مليح في هذيك الزبده وهذاك الخليط تاعنا حتى نتخلط مليح. نبداو نضيفوا الفرينه. اللي تحب ضعف المقادير البنات تحط 500 غرام مارغرين، تحط لها رشه ملح، كاس ونصف زيت، 2 كيسان سكر ناعم، 2 بيضات و4 صفار بيض، كأسان نشاء او 4 كيسان نشاء، كيس خميره كيميائيه، و5 كيسان فرينه. هنا بالنسبه للفرينه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم راهي خدات لي 2 كيسان ونصف. المقادير تاع النشاء والفرينه راهي مقادير مضبوطه. كما شفتوا معايا البنات كنت ضفت 2 كيسان، وهذا الكاس الثالث كنت ضفت منه نصف كاس. دوك تشوفوا معايا القوام اللي نتحصلوا عليه. شوفوا البنات كل وحده والفرينه تاعها والحجم تاع البيض تاعها. تقدروا تزيدوا شويه كما تقدروا تنقصوا شويه فرينه خاصه في الحجم تاع البيض. هنا نكون نكمل بيديا. لازم تجيكم العجينه طريه باش تسهل عليكم الخدمه. هنا كنا نسحق هاد القوام. شوفوا دوكا نبداو نخدموا بها مباشره. جبت هاد القمع، تقدروا تجيبوا اللمبوط تخدموا به تاني راح تجيكم الحلوه تاعكم شابه. جبت العجينه تاعي، حاول ديرتها على شكل هكذا تكون طويله شويه باش تجينا سهله في الخدمه. نحاولوا نخرجوا كامل الحبات تاع الكاطو بهذا الشكل حتى تحصلوا على كامل الكميه. صدقوني وصفه ولا اروع، جربوها راح تعجبكم ورايحين دائما تحضروها. تولم بزاف عيد الاضحى كامل يحوسوا على الحلويات الجافه والسهله. هذه برمج تاعين تحضروها تجيكم كميه كبيره، وزيد المقادير تاعها ماشي مكلفه بزاف. الطريقه تاع هاد الحلوه راهي سهله كما شفتوا معايا برمج تاعين تحضروها. انا درتو بنكهه الموز، وانتم حبيتوا ديروه بنكهه الليمون ديروه، حبيتوا ديروا نكهه شوكولاته، نكهه تاع الفخاز كما حبيتوا. واللي ما عندهاش تقدر ما تحطلو والو، تحطلو فانيليا برك وراح تجيها الحلوه تاعها تاني راح تجيها بزاف هايله. ما راهيش خطوه مهمه، راهي كاضافه فقط.
نضغطوا بالاصبع هكذا باش ومن بعد نزينوها بالمربى. طريقه سهله كما شفتوا معايا، وراح نحصلوا على تانيك على شكل بزاف شباب. دوكا ندخلوه للفرن ونخلوه يطيب على 170 درجه. هنايا بعد ما طاب لي خليته تحمر من الاسفل، ومن فوقه خليته طاب بدرجه حراره الفرن، ما كنتش طيبت له من فوق. لكن حبيتوه ينشف لكم شويه شعلوا له من فوقه 1 دقيقه برك. كيما انايا ما كنتش شعلت عليه من فوق، كنت لصقته بمربى المشمش. كل 2 حبات يكونوا بنفس الحجم، راح نديرهم مع بعض، راهم كامل تقريبا بنفس الحجم. نكمل لصق كامل الحبات تاعي وباش نروحوا للخطوه المواليه. هنا كنت جبت المربى حطيت له لاروم تاع لي فخاز، وهذه خطوه اختياريه تقدروا تستغنوا عليها البنات، بصح راح تعطي جماليه الحلوه تاعنا. الحلوه تاعنا حتجي بزاف شابه. هذه هي حلوتنا، راهي واجده حلوه بذوق رائع، وصفه تستحق التجربه. كما قلت لكم اللي تحوس على كاطو ساهل وبنين ويخرج كميه كبيره ومقادير اقتصاديه، نصحها بهذا الكاطو ساهل وما يديش كامل معكم الوقت. راح تحضروه برمج طحين. نتمنى يعجبكم هذه الوصفه، وان شاء الله اكيد راح نوعدكم بوصفات اخرى يكونوا ساهلين ودايما في متناول الجميع ان شاء الله. هنا وصلنا لاخر الفيديو. شوفوا هاد الحبه راه كيفاش راهي شابه وراهي بزاف بنينه. راح نقطعها معكم باش تشوفوا النتيجه النهائيه. تهلاو في رواحكم بزاف وتهلاو في صحتكم. في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اياك ان تظن ان الله تعالى سينساك او ان الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك من غير أن يكون هناك أي مانع من الموانع ولا عارض من العوارض، لأن الله تعالى هو الذي ضمن، وإذا ضمن الله تعالى فهو الرزاق ذو القوة المتين.